بكرة تندم يا جميل. حبيبة زمولكس، يا حظ الوحش في جوازتي. ما تعيطيش يا ماما، الخطة هتنجح وبابا هيجيب خروف العيد وناكل لحمة في العيد. ما تستني ما يجي بوجي يشوف عمل ايه مع بابا. ايه يا واد، عملت ايه مع ابوك؟ تدفعي كام يا ماما وانا هقولك؟ هتقول يا واد وتفرحني ولا اضربك تاني بالكف؟ بصي يا ماما، انا عملت ايه؟ لبست له عفريت وهو نايم وقلت له لازم تضحي وتجيب خروف العيد. فرحتني يا واد يا بوجي. وعمل ايه بقى يا واد؟ بص يا ماما، قعد يرتعش ويقول حاضر حاضر، هجيب يا عفريت، هجيب اللي انت عايزه. شاطر يا واد يا بوجي. انت فرحانه يا وليه اللي بوزك شبرين؟ ايه يا راجل، طلع ليه بترتعش وشكلك غريب ولون وشك اصفر؟ طلع لي عفريت شكله وحش قوي وقال لي لازم تضحي وتجيب لحمة العيد. بتضحك عليا يا ولية؟ انت عايزة البيت يتخرب وفرحانة فيا؟ يوه، وانا عملت حاجة؟ وانا ساكتة اهو. وعلى كده يا بابا هتجيب لحمة العيد وتضحي وتسمع كلامه؟ ايوه يا ابني لازم اوافق، اصل عفريت رخم وقال لي لو ما عملتش كل اللي انا قلت لك عليه هاخد كل الفلوس اللي عندك. مالك يا ولية فرحانة كده؟ بس اخلص من العفريت وافضالك. بطل يا بابا خناق وزعيق وبسرعة هات الخروف قبل ما ترجع في كلامك والعفريت ياخد فلوسك. يلا يا بوجي نجيب الخروف ونيجي بسرعة. ازيك يا معلم بوجي، انا جاي لك في طلب. انا عارف طلبك يا ابو بوجي، اول ما هضحي هجيب لك كيلو لحمة لحد البيت، مش ناسيك والله. يا اخويا ده كان زمان، السنة دي انا جاي اضحي وعايز اشتري منك خروف. ايه انت شكلك جاي تهزر معايا يا ابو بوجي؟ انا متأكد انت جاي تشتري خروف السنة دي وتضحي. انت هتبيع لي الخروف ولا امشي واسيبك؟ انا اصلا بتلكك. يا بابا ما تتلككش، لازم تجيب الخروف للعفريت يأذيك. دي سيرته بتلبس جتتي. حاضر يا ابني، قلبك على ابوك يا حبيبي. خلصني واديني الخروف يا ابني الواجب. انا ما اعرفش النهارده يا عم، طول بالك عليا وانا هجيب لك الخروف اللي انت عايزه، وانا عينيا ليك. انا عينيا وقعت على الخروف اللي عندك. هو هناك ده الخروف الحلو ده، ده اسمه كلام؟ ده خروف صغير ولسه مولود. ما تشوفش الخروف الحلوين اللي ورايا دول؟ انا قلت من الاول ان انت مش عايز تبيع. يلا يا بوجي، انا كده عملت اللي عليا. ماشي يا بابا، بس هروح الحمام وارجع. انا كده اكمل في العفريت الشجرة وقلب صوت العفريت. يلا بسرعة ما تتأخرش عليا. حاضر يا بابا. اعمل لك شوية تروق بيهم على نفسك. انت عايز تروح الخروف؟ ايه ده الصوت ده؟ وده صوت عفريت؟ يا رب اجعل كلامنا خفيف عليهم. سامعك يا عفريت باشا، احسن خروف هجيبه دلوقتي. ايه يا بابا وشك اصفر ليه وبتترعش؟ سمعنا يا صوت العفريت وقال لي لازم تجيب احسن خروف. لازم يا بابا تسمع كلام علشان انا خايف عليك. قلبك على ابوك يا حبيبي، فعلا انا عرفت اربي. اقول لك ايه،
انا هديك احسن خروف وهريحك في السعر شوية، وانا راجل صاحب مرض مش ناقص جدتي تتلبش. خد الفلوس اهي حطها في جيبك. هات يا عم، ده انا هطلعهم لله علشان العفاريت. يعني هتديهم لي تاني؟ بس انا راجل لا يا شيخ، انت وجعت لي قلبي. خد خروفك وتوكل على الله وامشي يلا. تفتكري يا ماما بابا هيجيب لنا خروف العيد السنة دي؟ طبعا يا حبيبتي هيجيبه، الخطة ماشية صح. ايوه مين يا اللي على الباب؟ انا جاي افتح اهو. يا حلاوة يا ولاد، اول مرة يدخل يخلينا العفريت. ادخل يا دي ابوك ودخل الخروف جوه يلا. حاضر يا بابا. حس على دمك يا ولية، انا ادفع دم قلبي في الاخر تشكر العفريت. يا راجل انت الخير والبركة. يا حلوة يا ولية كده وتمشي بدل ما اوقع لك طقم اسنانك اللي انت فرحانة بيه. خلاص يا ماما ما تجيبيش سيرة العفريت تاني. تعالي نفتح عند الخروف شوية شوفوا هنعمل معاك ايه. اهلا اهلا، مرحب بالعيد. ايه طبعا اتعلمنا من القصة اللي احنا حكيناها دي ان العيد لازم طالما معترضك تضحي، لازم تجيب الأضحية بتاعتك. شكرا لاستماعكم في الفيديو القادم. طبعا ما تنسوناش اللايك الجميل والاشتراك وكومنت محفز عشان بيدور عليا بيدور. حبيبة زمولك.